بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن الند وعن النظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي البصير والسراج المنير بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور أما بعد اتقوا الله عباد الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أيها المؤمنون ها نحن نودع شهر شعبان المكرم ونستقبل شهر رمضان المعظم ندعو الله تعالى أن يبلغنا إياه بمنه عليه وأن يمن علينا بالإيمان والسلامة والإسلام والعز والنصر والتمكين لنا ولكافة المسلمين. أيتها الأحبة استقبلوا هذا السائر الكريم بالفرح والسرور والبهجة واقتدوا في ذلك بشيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه ونفعنا ببركاته الذي كان يستقبل هذا الشهر المبارك بالترحيب والبشر ويواجهه قائلا يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لا زلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقرى الطاعات والسدد يا خير سهر يا سهر رب كريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد إني أحبك حب الذات ذات لبي من مالكي فيك إسعادا بلا أودي. عباد الله من منا لا يعرف فضل هذا الشهر وقدره فهو سيد الشهور وخيرها من صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه كما ثبت في الصحيحين. أيها المؤمنون إن أعظم القربات في رمضان هو الصوم الذي افترضه الله تحقيقا للتقوى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرمضان شهر تزكية النفوس وتربيتها وهو كذلك شهر القيام والتراويح والذكر والتصابيح فاحملوا لياليه بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن. فرمضان شهر القرآن حيث كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه كل ليلة فيدارسه القرآن. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله إذا جاء رمضان تركوا الحديث وتفرغوا لقراءة القرآن ومنهم من كان يختم القرآن في رمضان كل يوم أو كل 3 أيام فاقتدوا أيها المؤمنون بأولئك البررة فالهجوا رعاكم الله بذكر ربكم ورتبوا ألسنتكم بتلاوة كتابه فيه وبذلك تسكن النفوس
وتنصرح الصدور وتعظم الأجور. أيها المؤمنون، إن رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار والرزق والفضل، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه. فانظروا رحمكم الله إلى إخوانكم بعين اللطف وأنفقوا عليهم بما من الله عليكم من الخير الوفير والمال الكثير، فإن من فطر فيه صائما كان له مثل أجره ولا ينقص من أجره شيئا. أيها المؤمنون، إن رمضان موسم الإنابة والتوبة، فاركنوا إلى بارئكم واستنزلوا النصر من السماء، وتوجهوا إلى الله بقلوب صادقة ونفوس تامعة، فإنه تعالى يوفقكم لما وفق له عباده الصالحين ويعمكم برحمته وهو أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بطاعته تعلو المنازل والمراتب، وبالاستعانة به والاعتماد عليه تتيسر الكلف الشرعية وجميع المطالب. ونواصل الصلاة والسلام على سيدنا محمد الخائم الصائم وعلى آله وأصحابه وخديمه ما أقيمت للدين قواعد وقوائم. عباد الله، اتقوا الله في سركم وعلانيتكم وظواهركم وبواتنكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم اعلموا وفقكم الله أن المسلم حين يستقبل موسما يرجو غنيمته فإنه يجب عليه ابتداء تفقد نفسه ومراجعة عمله حتى لا يتلبس بشيء من العوائق والموانع التي تحول بينه وبين قبول العمل أو تلحق النقص فيه. ومن أهم ذلك التفقه في دين الله واجتناب الذنوب والمعاصي ومحبطات الأعمال وإحفاف الجوارح، كما أوصانا الشيخ الخديم رضي الله عنه فقال: ثم الصيام فانتبه لم ينحصر في عدم الأكل فقد لا تغترر، فالصوم أن يصوم كل عضو عن كل ما يفضي فتى لسهو. أيها المسلمون، إن مقصود الصيام تربية النفس على طاعة الله وتزكيتها بالصبر وتنمية التقوى واستعلاؤها على الشهوات. وكما يمنع الجسد عن بعض المباحات فمن باب أولى منح الجوارح عن الحرام. إن وقت رمضان أيها الإخوة أثمن من أن يضيع في السهرات الفارغة أو التجول في الأسواق أو الحقوف أمام ساسات الهواتف والتلفزيونات. فاحذروا وفقكم الله أن تمر بكم الأزمنة الفاضلة ولا تعرفون قدرها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رحم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، وذلك لما فيه من النفحات والرحمات التي لا تحرم إلا من حرمها نفسه. فاتقوا الله عباد الله، واستقبلوا هذا السائر الكريم بالتوبة إلى الله والاستعانة به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، وبلغنا رمضان، وسلمه لنا وسلمنا لرمضان، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، ويسر لنا فيه الطاعة والإخلاص، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكافة المسلمين بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبيك الرسول الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.